السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على نبينا محمد واكثروا من الصلاة عليه واكثروا من الاستغفار والحوقلة والتسبيح. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زنة عرشه مداد كلماته. قصتنا اليوم بطلها هو ضيف الله الدرفي من الحفير بحاير شمري وديرتهم الحفير. ضيف الله يقول حسب كلامه هو أحد الشمامرة من الحفير كانوا طالعين على النفود، هالأيام أحلى الأجواء تجدها الحايل كلهم يطلعون في النفود. يقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يقول عندنا باكستاني له 10 سنوات ما جاء منه إلا كل خير، يشتغل ويترزق الله ويقلط عند هذا ويقلط عند هذا. واللهم صل وسلم على نبينا محمد. يقول عندنا شبه ليليا، يقول ما دريت إلا باتصال بشرطة موقق من معي، قال معك شرطة موقق، عندنا واحد باكستاني اسمه فلان فلان يبغاك تكفله، تبي تكفل الرجال؟ قال ايه بكفله. ويجي الرجال رايح لهم. يقول أنا رحت ما أدري وش قضيته وش عنده وش ما عليه. يقول يوم جيت قال إن الرجال عليه 50,000 ريال وصدر عليه حكم شرعي بالسجن، يا يسدد يا يسجن. قال تكفى يا ضيف الله، أنا مالي أحد، مالي إلا الله ثم أنت، والله لو أدخل السجن لو قدري 100 سنة ما حد داري عني، أبي فزعتك. قال ابشر. ويطلع من عندهم يروح الواحد يدين، اني ناسي نسبه، وقال اسمه لكني ناسيه الحين، واخذ منه 50,000 ريال بحيث انه يسددها على دفعتين، كل دفعة 25,000. ضيف الله على باب الله وعلى قد حاله، لكنه كريم وشهم وراعي مروة وراعي أخوة. يقول والله أجي وأسدد عنه. ويطلع الباكستان يقول والله إني مسويها لله، وقلت إن جت وما جت ربي بيرزقني، لكن رجال له 10 سنوات وأخلاقه طيبة ولا شفنا من إلا كل خير وناويها لله. يقول بعد 9 أشهر الله يتصل علينا أثر إقامته انتهت ومسكوه الترحيل المتخلفين، وسافر إلى باكستان. انقطعت علومي عنه. يقول وانا هذيك السنة عام 1436 راح للحج. إلا الباكستاني اتصل علي ويسلم وقال إني آسف ولا لا وأدري وإيش. قال له يا فلان الباكستاني ترى أنا مسامحك وأنا ما فزعت لك إلا لله وأنا رايح للحج. يقول كل فترة يتصل علي، ما تعدي سنة أقل من سنة لو يتصل علي. ويتزوج الباكستاني، كان ما متزوج، وأول ولد سماه باسمي ضيف الله. فاللي يفعل ضيف الله هذا شهم على أن إنسان على قد حاله وقد دينه، لكن هذا من الذين يصنعون المعروف لله، وهذا من الذين يفرجون عن مسلم، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. وبعدين هو من السناعيس بشمر، والنعم به بشمر، ومعروفين عن شمر وشيوخه، وخص فيهم الشيخ فهد الثنيان اللي ما شاء الله دائم يساهم في فك الأرقاب ويساهم في الصلح سواء بين الشمامرة أو غير الشمامرة. هذه قصتنا اليوم، إن شاء الله تحوز على إعجابكم، والله يجعل في ميزان أعمال ضيف الله ويعوض الله في الدنيا والآخرة، اللهم آمين.